عليكم. اليوم عندنا عمل طريقة كنافة بالقشطة. وأول شي عندنا هاي الشعرية الكنافة جاهزة، وهنا عندنا دهن حار وزيت وشوي حميرة، وهنا عندنا الدهن مو حار فبنوب دافي، وهسه نخليه على الشعرية. وهسه عندنا وهاي الطريقة ندمج الدهن ويا الشعرية. وهسه هنا عندنا خاشوقة نشا، وهسه نضيف خاشوقة ثانية من النشا، وهسه نضيف قلاص المي، وهذا القلاص الثاني، وهسه نخليها على النار نبدي نخبط بهذا الشكل. وهسه نضيف بارف فانيلا، وهسه نضيف باكيت قشطة كاملة، وهسه نبدي نخبط زين. وهسه تجيبون أي شي عندكم صينية أو بايركس وتدهنوها بالدهن زين. وهسه نجيب أول طبقة نضيف عليها الشعرية بهذا الشكل، وهسه نضيف القشطة اللي سويناها. وهسه مثل ما تشوفون ضفنا هاي القشطة ونضيف فوقها الشعرية، وهسه صار عندنا كمية خير من الله، وراح ندخلها بالفرن. راح نحضر الشيرة احنا وياكم. راح نضيف كوب مي ونضيف كوب شكر، وهذا قلاص الشكر، ونظل نحرك بها. وهسه نضيف لها عصرة ليمون. وهسه كملت عندنا الكنافة والشيرة، وهسه نضيف الشيرة على الكنافة هذا الشكل. وهسه زيناها بالجوز أو تزينوها بالفستق الحلبي عادي مثل ما شايفين. هذا هو الشكل النهائي. فلا تنسونا باللايك والاشتراك، وألف عافية علينا وعليكم، وأتمنى يشوف فيديو يسوي لنا مشاركة لأن التفاعل ماكو. وهسه زيناها بالفستق أو تزينوها بفستق حلبي عادي. وهسه احنا زيناها بالجوز أو انتم بكيفكم إذا زينوها بالجوز أو بالفستق الحلبي عادي. هذا هو الشكل النهائي، واتمنى يشوف اللايك يخلي لايك واشتراك لان ماكو تفاعل. الف عافية علينا وعليكم.